والله كل يوم بنام سكري مظبوط، بس بصحى سكري عالي. لو ده بيحصل لك انت كمان الفيديو ده ليك. سببين اساسيين لارتفاع السكر بالنهار، حتى لو انت نايم وسكرك مظبوط، حتى لو ما عملتش اي حاجة انت نايم. اول سبب حاجة اسمها ظاهرة السموجي. تاني سبب حاجة اسمها ظاهرة الفجر. بالراحة كده هنشرحهم واحدة واحدة. مقدمة بسيطة ليها علاقة بظاهرة الفجر. كل الأجسام اللي خلقها ربنا بتفرز هرمونات في وقت معين عشان نستعد ليوم جديد. الإفراز بتاع الهرمونات ده زي الكورتيزول مثلا بيحصل من الساعة 2 الفجر للساعة 8 الصبح. انت بقى عشان عندك السكر، وعشان رغم كمان انك نايم وسكرك مظبوط، افراز الهرمونات ده بيعلي سكرك وبيفضل عالي طول ما انت نايم لغاية ما تصحى الصبح تلاقيه عالي. ده اسمه ظاهرة الفجر. طب ايه بقى السموجي؟ السموجي رغم ان انت بتبقى نايم سكرك مظبوط، الا ان انت بيجي وقت عليك بالليل وانت نايم سكرك بيقل قوي، وعشان جسمك ذكي وربنا خلقه بالشكل ده بيحاول يلحقك، فدفق كل مخزون السكر وكسر كمان في العضلات. فبعد ما كان سكرك منتظم نزل، وفجأة دفق كل اللي عنده عالي، وفضل عالي لغاية ما صحيت النوم وحللت لقيت سكرك عالي. ليه بقى مهم نعرف الفرق ما بين الاتنين؟ عشان تتدخل التدخل السليم وتلحق نفسك وما تصحاش سكرك عالي كل يوم. تابعوني المرة الجاية، هتكلم عن الخطوات المناسبة والتدخلات المطلوبة عشان تتجنب سواء ظاهرة السموجي أو ظاهرة الفجر.